السلام عليكم، مساكم الله بالخير. اليوم باذن الله راح اشرح لكم طريقه ازاله اي ستيكر قديم صار له فتره لازق على البادي او على جام السياره او اي مكان، او مو راضي ينشال، حاولت تشيله قاعد يقطع معاك وقاعد ياذيك، مو راضي ينشال. راح اشرح لكم ان شاء الله طريقه ازالته بادوات جدا بسيطه. ازاله الستيكر القديم يعتمد على شيئين اساسيين: ماي حار او الاستشوار الحار او الجهاز البخار. طبعا هذا الجهاز بخار، تعبيه ماي وتشتغل على الكهرباء يعطيك بخار ماي حار، يعني يغسلون فيه السيارات ويستعملونه حق كوي الهدوم، جهاز بخار يعني. والشيء الثاني البلاستيكي، قطعة البلاستيكي او قطعة الحديد. افضل بلاستيك على اساس ما تشمخ البادي. هذه من النصف سعرها 200 فلس، تشيل الصبغ او تشيل اي ستيكر قديم. بلاستيك عادي او كرت البنك او اي كرت، يعني المهم انك تقدر قطعة البلاستيك تشيل فيها. طريقة ازالة الستيكر: ماي حار او الجهاز البخار او استشوار الحار. فانا راح استخدم الجهاز ان شاء الله اللي هو البخار بهذه الطريقة. تحرر الستيكر كامل، خليه يكون حار ورطب. وبعد ما يتحرر الستيكر كامل بهذه الطريقة بالبلاستيك، طقطقة بسيطة على اساس ما تشمخ البدي وياك. كل ما حسيت انه وقف ترد تكمل، تحط البخار او الماء الحار او الاستشوار الحار. عقب ما يتحرر المكان كامل شوي شوي تشيل الستيكر كامل. طبعا راح يبقى اثر الصمغ، راح نرد مرة ثانية نفس الطريقة، نحط الماء الحار او البخار اساس نشيل الصمغ هذا. خلص الماي، الحين نعبيه بس ان شاء الله. عقب ما عبيته ماي تخليه تشغله طبعا الكهرباء، تخليه دقيقتين 3 دقائق وراح يحتر الماي. على ما يحتر الماي طبعا الطريقة هذه اذا حطوا لك ممنوع الوقوف على السيارة ولا بالبادي حاط ستيكر قديم وما ينشال وياك، الطريقة هذه راح تنفعك ان شاء الله. وبدل ما تشمخ البادي وما ينشال، هالطريقة راح تفيدك باذن الله. والحين ما شاء الله الرحمن جاهز. إذا الستيكر قديم راح ياخذ منك فترة طويلة على ما ينشال. حاول انك توسع صدرك وتكمل عليه. انا ان شاء الله باقي بس شوي وخلص، بحاول كثر ما اقدر اني اشيله كله كامل، يعني صمغ هذا الاثر احاول اني اشيله. والحين صار جاهز ما شاء الله تبارك الرحمن. بقى اثر بسيط وراضي ينشال كلش. الستيكر نوعية الستيكر ردية، فمو راضي، احاول كثر ما اقدر لكن مو راضي ينشال. الاثر بسيط هذا، وانجزت العمل 80%. اتمنى استفدت من هذا الشرح. لو شيء بسيط. السلام عليكم.